بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. عايزين نتكلم في كذا حاجة قبل رمضان بلحظات. بكرة صيام، النهاردة المفروض إن أنت خلاص دخل عليك رمضان. في كذا حاجة عايزين نتكلم فيها لابد قبل أن تدخل رمضان بجد. يعني أول حاجة، آه، اللي بجد عايز تفوز رمضان، توب إلى ربنا، صلي ركعتين توبة لله بصدق، وقول له وأنت ساجد كده أو بعد ما تخلص صلاة اتكلم مع الله سبحانه وتعالى كأنك بتكلمني: يا رب أنا مش مستعد فعلا لرمضان، أنا قلبي حجر، انا قلبي مش مؤهل للعباده والفوز برمضان والعتق من النار، ولا عتق من النار، ولا هقدر افعل حاجه الا باعنتك يا رب، الا بقوتك يا رب. انا نفسي رمضان ده يكون مختلف، خلي دي نيتك، ما تكونش غير كده. انت مش هتعرف تعمل حاجه الا باعانه الله عز وجل. اول حاجه كده، ركعتين توبه صادقين مع الله. طيب، الامر المهم، ليه رمضان؟ اول حاجه الله سبحانه وتعالى شرف مكة. ليه شرف مكة؟ لأن هي مهبط الوحي، يعني هي المكان اللي نزل فيه الوحي. شرف شهر رمضان لأن هذا الشهر اللي زمن إيه اللي نزل فيه الوحي، هذا الشهر اللي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عارف ليه القرآن جه؟ هدى واحد، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طيب، يبقى إذا مكة مشرفة لأنها مهبط الوحي، وشهر رمضان مشرف لأنه زمن مهبط الوحي. طيب، في صحابيان، واحد اتنين يعني، اسلموا مع بعض، كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا شداد في العباده. فواحد من شدته في عبادته اللي هو استشهد في غزوه من الغزوات. طيب، واحد تاني مات بعديه بسنه، فرأى طلحه في منامه ان الذي استشهد والذي مات بعده بعام، راى الذي مات بعده بعام دخل الجنه قبل ايه التاني اللي هو ايه اللي استشهد. طب المفروض مين يخش الجنه الاول؟ لا، ربنا احنا عايزين نصور معاه. المفروض اللي يدخل الجنه اولا من اللي استشهد، لكن راى التاني. عارف النبي قال ايه لما قالوا له قدم عليه؟ قال الم يدرك رمضان ويصلي كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كانت اول ليله من رمضان، اول ليله من رمضان على طول ابواب الجنه تتفتح ليك، وابواب النار في الوش العاصي تتقفل ليك، والشياطين تتسلسل. انت عايز ايه تاني؟ انت بالله عليك انت عايز ايه تاني؟ هو احنا عايزين ايه تاني غير الحاجات دي واعانه الله سبحانه وتعالى؟ وكان يبشرهم: جاءكم رمضان افترض ايه في عليكم ايه، الله سبحانه وتعالى فرض عليكم فيه صيام، تغلق ابواب الجنان وتفتح تغلق ابواب النيران معذره، وتفتح ابواب الجنان وتغل في الشياطين. في ايه؟ في رمضان. في رمضان الصيام. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن ادم له الا ايه؟ الصيام، فهو لي وانا اجزي به. يعني الله سبحانه وتعالى الذي تحدث عن الصيام وتكفل بالاجر عليه ايه؟ دونا عن العبادات. في عباده سمعت من قام بها الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى بيعطي الاجر، لكن هل لقيت عباده الله سبحانه وتعالى اتكلم عنها زي الصيام كده؟ وبعدين النبي بيقول لك ايه عن ريحه فم الصائم اللي هي بتكون خارجه من الواحد دي والناس ما بتطيقهاش: اطيب عند الله من ريح المسك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: للصائم فرحتان. ايه هي اول واحده؟ فرحه عند فطري، والفرحه الثانيه ايه؟ يوم القيامه، ليه؟ يوم يلقى ربه. باب الجنه ابوابها 8، من ضمنها باب خاص بالصائمين يسمى باب الريان. يدخل منه مين؟ اللي بيخش من الباب ده؟ الصائم. شوف انت في الصيام، والصيام والقران يشفع لك ايه؟ الصيام يقول فيما مع اللهم ذكرني، اللهم صل على محمد. الصيام هيقول يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يشفع فيك، قال: صوم عني منع نفسه من طعامه وشرابه في نهاره. والقران منع نفسه عن ليله، ما نامش علشان كان بيقوم الليل او بيقرا قران. ادي الصيام وادي الايه؟ القران. نكمل.
في فضل رمضان كما قلت لك أنها هذا الشهر أنزل فيه القرآن وهدى للناس، وحدثتك عن فضل الصيام وعن صحابي دخل الجنة الأول علشان أدرك رمضان، وقلت لك إيه اللي بيحصل في رمضان. كل حاجة مهيئة ليك. ينادي مناد من السماء يا باغي الخير أقبل تعالى، اللي عايز الخير اللي عايز العفو يلي أقبل، يا باغي الشر أقصر ابعد. انت شياطين الجن مسلسلة، لكن شياطين الإنس عاملة مسلسلات. هنتكلم بردك عن ترك الحاجات دي، بس خلينا الأول بعد ما نتكلم عن فضل رمضان. واحد نفسه يفوز برمضان، انا نفسي افوز برمضان، وانا صعب. انا بصحى اروح جامعتي او شغلي او وظيفتي او عندي بيتي، او المهم يومي عندي 24 ساعه مش فاضي فيه. اول حاجه انا عايزك تفضلي نفسك في رمضان بعض الساعات، تقوم قرب الفجر كده لو نص ساعه، دي معاك لحد الشروق. بعد الشروق بتلت ساعه تصلي الضحى. طيب الفتره دي نعمل فيها ايه؟ تقوم كده تصلي ركعتين لله قيام ليل. انت صليت مع الامام عادي مفيش مشكله، صلي قيام ليل تاني، يعني اللي هو انت في رمضان، انت ممكن تكتب من العتقاء من النار. انت متخيل الله سبحانه وتعالى لا يبدل القول لديه، يعني اذا كتب فلان عتق من النار خلاص على كده. انت مستشعر ان ربنا يكتب فلان عتق من النار، انت موت وخلاص على كده انت تخش الجنه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، انت خلاص على كده. انت عايز ايه تاني؟ من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بعد ده كله تخش الجنه على طول مغفور لك ذنوبك. انت متخيل؟ طيب عايزين ساعات في رمضان اول حاجه زي ما قلت لك قرب الفجر كده تقوم بنص ساعه، لو بنص ساعه تتسحر، فان في السحور ايه بركه، تشرب كده كوبايه شاي ولو هتصلي لك ركعتين، والاول هتاخر السحور يعني. وبالنسبه لتاخير السحور، انت عارف الصحابه كانوا سئلوا يعني بين السحور ومده الفجر، انت عارف قالوا ايه؟ قالوا بضع ايات، 50 ايه ولا قال كده ايه. انت عارف ان انا قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحريص ان وقت ما يضيعش حتى واحسب الايات اللي بين السحور والفجر، دي حاجه روعه. فالاول ان احنا ناخر السحور، تصلي يومك براحتك وتسحر واشرب الشاي واستعد للفجر. طيب انا رحت اصلي الفجر في المسجد، وكل خطوه بمشيها بحسنه وبتمحو عني سيئه، وصليت في جماعه وصليت السنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وبعد كده صليت الفجر وقعدت في مكاني قرات اذكاري اللي هي الصباح اللي هي بتوقيك من اي شر، واقرا في فضل الاذكار ايه كل ذكر تقراه اعرف ايه معناه وايه فضله. طيب بعد كده قرات قراني اللي انا الوقت ده اللي انا اكون فاضي فيه لحد الشروق، هقعد كده من مكان ما صليت لحد الشروق ما تطلع، صلي بعد الشروق بربع او ثلث ساعه 4 ركعات الضحى، الله سبحانه وتعالى يكفيك. وانت بتصدق على نفسك ايه اجر ده كمان؟ ان انت كتب لك حجه وعمره كانك عملتها. الحجه ب 50,000 او العمره ب 50,000 انت بتعملها بجلسه ضحى. تمام. طيب صليت الضحى روحت كليتك بقى، روح كليتك روح شغلك روح اللي انت عايزه. الشيء المهم تاني بالنسبه للساعات برضه اللي احنا محتاجينها في رمضان، من بعد العصر لحد المغرب لو انت فاضي ما وراكش حاجه، لو هتعمل فيها العباده تعطلك، لا اقرا قران بجد. وعايزين نقرا قران بقلوبنا مش بلساننا ولا ننظر الى الايات فقط. طيب بعد ما انا اقرا قران وبعد المغرب، طبعا وقت المغرب ده دعاء لا ترد دعوة صائم، وده شهر الدعاء وتكتب فيه المقادير، وفي ليلة خير من 1000 شهر. طيب نيجي بقى لصلاة التراويح. أنا هصلي التراويح زي الناس والكلام ده كله، أنا بكلمك بس عن حاجات لازم تكون موجودة. طيب واحد بقى يقول لي أو واحدة تقول لي والله أنا عندي الأولاد وعندي الشغل والدراسة والعمل، انا اطلب منك كذا حاجه لو عملتها انت هتفوز بهذا الشهر. اول حاجه ان انا اادي عملي باتقان، ان الله سبحانه وتعالى يحب اذا احدكم عملا فالايه وان ايه ان يتقنه. انا بصلي صح الدور 4 ركعات صح، ليه ال4 ركعات اللي هم مسافه 5 دقائق ما اصليهمش بقلبي قبل ما تكون اقوالي وافعالي الصلاه؟ يعني ليه ما اعيش مع الصلاه بقلبي؟ لان مثلا بفكر هي ماما عامله لنا اكل النهارده، هروح دوره رمضان حبيبي. اللي بتفكر في الحاجات دي قادر ان هو يغيرها. يعني انت بتصلي علشان مشكله معينه وجايه في بالك، اللي انت لاهي عنه عشان المشكله دي قادر يحلها لك او قادر يعقدها لك. هي مساله قلب. انت ممكن تخلص سنه يكتب لك ربعها نصها عشرها، وممكن واحد تاني يكتب له كله، اتنين سافروا مع بعض
علشان بيعملوا شغل نفس شغلهم ونفس كل حاجه، رجعوا واحد معاه فلوس اكتر والتاني لا. ليه؟ مع ان الاثنين مرتب واحد والاثنين مع بعض وكانوا مع بعض في كل حاجه، ده بيصرف وده ايه ما صرفش. كذلك انت، ده بيصلي جنبك، ده خاشع انت مش خاشع، ده بقلبه انت مش بقلبك، انت مش بجوارحك. يبقى اول حاجه الاتقان في الصلاه وفي القران. انا قاعد بقرا جزء خلاص، مش لازم بقى اقعد كده وانا بقرا كده سمعت صوت نوتيفيكيشن اشوف ده ايه، او الموبايل جنبي وانا بقرا، او انا قرات ايه كده اقعد كده. هي ماما عامله لنا اكل ايه النهارده؟ او لا حبيبي، انت خلاص انت مندمج مع حاجه. التراويح انت مندمج في عمل معين، ما تشغلش العمل ده بحاجه ثانيه، ما تبطلهوش بشيء ثاني. تمام؟ طيب احسن ايه في العمل. طيب بالنسبه للشغل، انا كواحد بشتغل يا اما علشان اصرف على اهلي وزوجتي واولادي والكلام ده كله. طب زوجتي وولادي من غير ايه ارمله واولادي يتامى، صح؟ ليه ما اشتغلش بالاجر ده؟ يعني انا ليه ما اقولش لا ده انا هصرف عليهم والله علشان اعف نفسي عن الحرام، ابعد عن الحرام، وانا بشتغل والله علشان ما اخليهمش محتاجين في حاجه. انا لو قلت لك انت هتدي لحد 1000 جنيه في الشهر تبرع، انت لو تشتغل عشان 1000 ده تشتغل عشانه، صح؟ وده فرض علينا المسلمين، ده فرض على المسلمين مش عليك انت لوحدك بس. طب ما بالك بقى دول اللي عليك انت لوحدك؟ فدي خلي نيتك مع ربنا ايه، لا ده انا بشتغل علشان اصرف عليهم، انا بشتغل علشان اجمع فلوس واعف نفسي على الجواز. يا رب هموت واتجوز والله. المهم انا بشتغل علشان ايه؟ اعف نفسي عن ايه؟ عن الزواج، عن الحرام. انا بشتغل عشان اصرف على اهلي اللي هم من غير ايه ما هيحتاسوا. اللي بتعمل اكل في المطبخ يا بنتي سواء بنت او زوجه، حبيبي انت من غيرك ولادك مساكين، صح؟ انت من غيرك لو انت ما تعمليش اكل هيحسوا ان هم ايه غلابه مساكين عايزين ياكلوا. ليه ما تكونش نيتك اطعام الطعام وانا بتصدق؟ انت لو بتعملي شنطه رمضان او بتعملي وجبه افطار هتعمليها باتقان واخلاص، ما بالك ده لحد مسكين، ما بالك بقى اللي هو ولادك. طب هو لو جينا نقيس الاولى بالمعروف مين؟ مش الاقربون، صح؟ الاقربون اولى بالمعروف، صح؟ طب ليه ما تقيسيش دي على بيتك وولادك وزوجك والكلام ده كله؟ لانهم من غيرك مساكين، من غيرك هيحتاسوا. كذلك البنت اللي بتعمل، ليه لما تيجي تعملي امك تقول لك اعملي اكل وانت راجع من الكليه والله اصل انا مش قادر، اصل انا تعبانه، اصل انا بذاكر، اصل انا في ثانويه، اصل انا. بصي يا اختي، انت هتاخدي كذا نيه، كذا نيه. اول حاجه اطعام الطعام، ثاني حاجه افطار صائم، ثالث حاجه ارضاء لبر الوالدين، رابع حاجه ارضاء لله سبحانه وتعالى ان انت بترضي بر الوالدين. وقيسي بقى على ذلك كتير. انت تفطري صايم بس انت عايزه ايه تاني؟ انت لو واحد غريب او واحد غلبان في الشارع بتعملها له بطريقه مختلفه. طيب الحاجه الثانيه اللي في دراسته، هو انت ليه رايح كليتك او بتذاكر لثانويه ثالثه ثانوي؟ ربنا يوفق الثالثه ثانوي يا رب، ربنا يوفق طلاب الثانويه العامه والجامعات ويوفق كل طالب علم يا رب. هو انت ليه رايح الكليه شايل طاجن ستك وعيلتك كلها؟ هو انت مش بتطلب علم، سواء بقى علم شرعي او علم ديني او علم دنيوي او ما شابه ذلك؟ ليه ما تقولش انا بطلب علم علشان استفاد وارفع عن نفسي الجهل واشتغل بالشهاده دي وانفع المسلمين، سواء بقى طب او سواء بقى اي حاجه، ومن الفلوس دي اعمل بيها كذا حاجه. قيس بقى على ذلك. ماشي؟ انا بتكلم معاك حاجات سريعه لان الفيديو ده متاخر، فعشان كده ايه تلاقيني بتكلم على 2 اكس. فليه دي ما تكونش نيتك؟ ليه ما تكونش نيتك وانت قاعده في المدرج كده، لا والله انا بتعلم علشان اعلم غيري واعلم اولادي وافرح امي وابويا بشهادتي، انا بذاكر والله علشان انجح وافرح اهلي واكون نافع للمسلمين، والله انا في طب علشان اخفف الام المسلمين، والله انا في تمريض علشان اساعد الدكتور واكون من مخففي التعب على التعبان، والله انا في هندسه عشان ابني، والله انا في انجليزي بتعلم علشان اعلم الناس واعلم الامه، والله انا بتعلم عربي علشان بفهم لغه القران، والله ايه تاني كليات تانية انا مش عارف يعني اي حاجه. المهم ايه؟ قيس. انا عايزك كده تقعد تقيس، ودي خليها نيه، ما تخليش العاده عاده فقط، لا خليها بعباده. يعني خلي العباده تكون بالنسبه لك عاده تاخد عليها اجر نيه. طيب انا وانا رايح الكليه هل مثلا عندي وقت فاضي، صح؟ وانا بركب الاتوبيس او وانا رايح من المدينه الجامعيه او وانا نازل، الوقت ده يا اما اقرا فيه قران، امسك المصحف كده واقعد اقرا، يا اما ايه يا عم مش هعرف اقرا، لساني دايما بذكر الله. انا ماشي في الشارع، انا صايم، واحد صايم وماشي في الشارع وما وريش حاجه اعملها ومش هعرف اقرا قران ولا هعرف ابص في صفحات وما عنديش وقت، اقرا قران، اذكر الله سبحانه وتعالى، اصلي على النبي، احافظ على اذكاري، احافظ على حاجتي. بص انت ممكن تفوز برمضان بقلبك والله العظيم. ليه؟
انا ممكن انوي، والله العظيم انا لو كان عندي وقت كنت عملت فيه، والله العظيم انا لو كنت فاضي كنت عملت، والله العظيم انا لو كنت عندي وقت فاضي كنت ختمت ختمتين ثلاثه. على فكره هي مش بكثره التلاوه، يعني هي مش بكثره ان انا اختم كتير، اهم حاجه رمضان ده جه عشان يغير قلبي، وعلامه رمضان هتظهر عليك من افعالك، بس اهم حاجه اللي انا بقولها لك ايه، اغير ايه قلبي. انا بقرا والله ايه، هو ربنا ليه قال الايه دي؟ ده قال عشان كذا، طب ربنا فعل كده حرام، ده انا فعلا اصل طب قالوا ان ده حرام، ما قالوش لعله انت ما تعرفهاش. بقرا قصه القران، ده الله سبحانه وتعالى تحدث عن فرعون وان هو كان مستكبر ومش عارف ايه، وربنا وراه في الاخر سيدنا يوسف، والله انا مظلوم في حياتي والدنيا جايه عليا ودخل كليه انا مش عايزها، واتجوزت واحده ما كنتش عايزها، واهلي بيعاملوني وحش، والله انا اشوف قصه سيدنا يوسف ايه ربنا قال ايه بقى عليه. اول حاجه اخواته رموه في البير وراح القصر، سعد هناك واتحبس عشان رفض الحرام، وبعد كده خرج بقى عزيز مصر. ربنا قال لي ايه في الاخر؟ انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر من. هل المتقين؟ لا. المحسنين؟ ليه؟ انا في ابتلاء، ليه ما اكونش الابتلاء ده ما اصبرش عليه واتقي الله فيه واكون راضي، وراضي من قلبي مش راضي بلساني، لان اعتراضي مش هيغير حاجه، بل ممكن رضايا يغير، وممكن رضايا يكون خير ليا، وممكن يوم القيامه الاقي حاجه غلط. اشوف الانبياء كانوا بيعانوا ازاي في الدعوه، لكن ايه نتيجتهم؟ اشوف ربنا لما جه يتكلم عن الجنه قال ايه، ربنا لما جه يتكلم عن النار قال ايه. الجزء اللي هتقراه اعرف تفسيره، اعرف تدبره، ايه جت عليك غريبه دي بتكون علامه من الله سبحانه وتعالى، اعرف دي لك ايه. بتلاقي ربنا بيؤمر بحاجه اعملها، غض البصر، غض بصرك، ما تقولش حرام، ما تقولش حرام. تلاقي ان ربنا معاك والملائكه بتكتب لك ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، خلاص يبقى انا كده مش هقول كلام غلط، احاول ما اقولش كلام غلط. ربنا قال ما تبصش مش هبص، ربنا قال ما تعملش مش هعمل، ربنا قال صلي اصلي، ربنا قال صوم اصوم، ربنا قال بقلبي اعمل بقلبي ايه، اعمل بقلبي. كذلك زي ما قلت لك اذكار الصباح والمساء، شوف اللي بيقرا الاذكار شوف معنى ايه اقول اللهم اني اصبحت اشهدك اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. اشوف رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اشوف معنى ايه لما اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اشوف لما اقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اشوف لما صلى على النبي، اشوف لما اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك، لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اشوف لما اقول اجر ده 100 مره ايه اللي بيحصل لي. اشوف لما اعمل، اهم حاجه كل عباده بتاديها، كل عاده بتاديها حولها لعباده وتاجر في العباده. خلي نيتك تكون مختلفه واحوالك تكون مختلفه. خلي رمضان ده عليك مختلف، ما تقولش برمضان باعمالك وما تدخلش بقوه اللي هي فوق الخيال. ما تظنش ان انت تعمل حاجه بنفسك، لا، لو توفيق ربنا خلاص انت هتفوز برمضان. اعمالك هي اللي هتكون داله انك تعتق من النار ولا لا. زي ما قلت لك والله انت لو انت ممكن تكون احسن من الشيخ، والله العظيم انت لو في يومك كله جامعه بقى وشغل بقى وان انت شغال ومش فاضي والكلام ده كله، وما بتصليش غير 10 دقائق ويا دوبك بتلحق التراويح والكلام ده كله، ممكن عند ربنا تكون افضل مني. الوصيه دي انا عايز اخليها لك في الاخر، لان كتير ما بيعملهاش. بص، كتير هيفوز برمضان، وكتير بيعمل حاجات حلوه في رمضان، وكتير بيصلي في رمضان، وكتير بيصوم عن الجوارح بجد في رمضان، بس كتير اللي بيعمل حرام في رمضان. بالله عليك نويت السنه دي ما تتفرجش على مسلسلات؟ انت عايز رمضان السنه دي يكون مختلف، هل فعلا عايزه يكون مختلف؟ ما تشوفش رامز. رامز ده على الفطار، لا. انت صمت خلاص، فطرت خلاص، ما تصوم، ما تشوفش رامز، ما تتفرجش على مسلسلات، ما تبصش على بنات، بلاش عاده سريه، بلاش مواقع اباحيه، بالله عليك بلاش الحاجات دي. الشيطان مسلسله وكل حاجه مقفوله، اي معصيه انت بتعملها بايدك انت، ما فيش حد بيوزك. ابواب الجنه مفتوحه وبتناديلك، ابواب النار مقفوله وبعدت عنك. يبقى المعصيه اللي انا بعملها ايه؟ مني. فالشيء اللي انا بجد بوصيك بيه، والله العظيم، اترك الحرام في رمضان، اترك الحرام في رمضان لو شهر. خلي رمضان ده فرصه لقلبك. ما بكلمش بنات، بكلم بنات خلاص اقطع معاها في رمضان. انا بحبها، ادعو ربنا يقربني لها في رمضان. اصل انا ممكن اطمن عليها بعد الفطار، حبيبي في رمضان كله كل وقت مهم. انت وانت بالنهار صايم ما بتكلمهاش، بعد الفطار عتق من النار، انت متخيل؟ القران لما انزل بالليل مش في النهار. يعني النهار الليل ده وقت مهم برضه، بالليل بتقيم الليل، بالليل الثلث الاخير من الليل الله بيتنزل. فعشان اللي بيقول لك كلمها بالليل، لا، زي ما قلت لك بالله عليك، بالله عليك، والله والله العظيم، ودي نصيحه اخ،
نفسك تكون متميز ونفسك تكون روعه بجد، وتكون واحد كده اداره بجد. الاداره دي يعني مش عارف انا بقولها ليه، بس حاجه حلوه. وعايز تكون فريق عند الله سبحانه وتعالى، في وقت طاعته سيب معصيته، ابعد عن كل شيء يعصيه وقرب لكل شيء يرضيه. ما قدرتش اصوم، وما قدرتش قصدي ادي العباده بجد، ولا قدرت اتقن في عملي، ماشي، مش قادر اتقن في عملي، لا هسيب المحرمات. اي حاجه بقى حرام سيبها. كلام مع بنات، عاده سريه زي ما قلت لك، مواقع مش كويسه، عينك اللي بتشوف القران دي ما ينفعش تشوف حاجه حرام، ودانك اللي بتسمع كلام الله دي ما ينفعش تسمع حاجه حرام، لسانك اللي بتذكر ربنا بيه لما بتصلي وتقول اذكار وبتقرا بيه قران ما ينفعش تقول حاجه حرام. خد بالك النعمه دي ربنا ممكن يزيلها منك. خد بالك انت ممكن تشرب ميه غلط كده تخش في مناخيرك تشرب ما تقدرش تكمل، ممكن وانت بتستحمى ميه تخش في ودانك تتنجي خالص ما تسمعش، ممكن وانت ماشي كده مسمار يخش في عينك تعمل ما تشوفش تاني على كده. ليه؟ انت لو انت هتمشي وتستغل نعمه ربنا غلط خلاص هتروح. هختم معاك بقصه. انا مش بشوف زي ما انتم عارفين، فمنضم في جروبات خاصه بالمكفوفين، فقابلت واحد فقد بصره من السكر. انت عارف هو قال لي ايه؟ عارف قال لي نظره راح ليه؟ قال لي انا نظري راح اول حاجه من السكر وقال ربنا كل حاجه. قال لي انا ما فيش واحده الا لو كنت ببص عليها من لا مؤاخذه من فوق لتحت. انا مش عايز اكمل يعني، حبيت اختم دي معاك ليه؟ لان غير انا مش بشوف، وغيرك ما بيشوفش، وغيرك ما بيسمعش، وغيرك ما بيتكلمش، بل غيرك ما بيقدرش يتنفس، ما بيقدرش ياخد عشان يتنفس يشوف كورونا كان بياخد اكسجين، غيرك ما بيقدرش يقوم يروح يصلي. فبالله عليك كل حاجه الله سبحانه وتعالى اداها لك استغلها في عبادته وطاعته وتنفع نفسك بيها، مش تضر نفسك بيها وتشيل نفسك بيها. البنات بالله عليك هن يستاهلوا ان انت تخش النار بسببهم، ان انت تتعذب بسببهم، ان انت تبعد عن ربنا بسببهم؟ لا والله العظيم يا ابني ما حد يستاهل، اقسم بالله. والله انا صاحي من اخ انا قدك يعني، بس بقول يا ابني اللي هو ماشي ما حدش يستاهل. فبجد بالله عليك بالله عليك بالله عليك، اي شيء بيعصيه سيبه، واي شيء بيرضيه اعمله. ما قدرتش تأدي العبادات كلها والاذكار والصلاه والحاجات دي ويا دوبك صيام بس وترجع تنام على طول وركعتين قيام ليل وخلاص، سيب المحرمات. ليه؟ لان انت تكون متميز عند ربنا. بلاش مسلسلات، بلاش رامز، بلاش مقالب، بلاش فوازير، بلاش حاجات دي، حتى علشان تكون متميز عند الله عز وجل. انا كده اكون خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.